صداع اختفى بحتة سكر، وقلق انتهى بكوباية مية، وعلاج للسرطان بالوهم سبب الموت لصاحبه. تراهني لو تعرف إن البلاسيبو كان له دور في الشفاء من أمراض مختلفة؟ البلاسيبو مادة وكأنها دواء، لكنها ما فيهاش أي مواد فعالة، علشان كده اسمها العلاج بالوهم. بس تراهني إن رغم إنها وهم صدقها كتير من المرضى، ومنهم مستر رايت كان على بعد خطوات من الموت بسبب إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلة متقدمة، وطبيبه بيتوقع إنه يعيش أسبوع بالكتير. رايت رفض الحقيقة وطلب من دكتوره يحقنه بدواء تجريبي اسمه كريبايوزين، وبسبب إلحاحه الدكتور ويست رغم عدم اقتناعه قال ولي لأ، وفعلا اتحقن رايت بإبرة من كريبايوزين. وكانت المفاجأة كسب رايت الرهان، خرج بعد 10 أيام من المستشفى كمتعافي من السرطان، ولمدة شهرين كان الوضع مستتب. وفي يوم من الأيام كان رايت بيقلب في المجلات الطبية ولقى تقارير بتأكد عدم فاعلية كريبايوزين، وللأسف اتأثر بيها وانتكس. تدخل دكتور ويست وأقنع رايت إن التقارير بتنفي عدم فاعلية الدواء، وإنهم هيجربوا مرة تانية. ورغم عدم صحة الكلام ده اقتنع رايت، وويست حقن مريضه بالماء المقطر، يعني مادة وهمية تانية هتشتغل على عقل رايت بشكل إيجابي. والمعجزة بتتكرر تاني والأورام بتختفي. بس بعد فترة الجمعية الطبية الأمريكية بتأكد في بيان رسمي إن الدواء عديم الفائدة، ورايت وقتها بيفقد الأمل وبيرجع له السرطان، بس المرة دي بيموت بعد يومين. البلاسيبو مش مجرد خداع، هو أداة علمية بتبين تأثير العقل على الجسم، وممكن يقلل الألم، وكمان بيعزز المناعة أحياناً. وده فعلاً حصل في تجارب علمية في جامعة هارفارد على مجموعات من المرضى بيعانوا من الصداع النصفي. مجموعة أخدت دواء حقيقي والتانية أخدت حبوب بلاسيبو عبارة عن قطع من السكر، والنتيجة اتحسنوا بنفس درجة تحسن المجموعة اللي تلقت الدواء الحقيقي. والتفسير إنهم توقعوا بقوة إن الحباية فعلاً هتحسن الألم. وده نفس اللي حصل مع مجموعات من مرضى القلق لما خدوا كوباية من المية على إنها مهدئ، وفعلاً جابت نتيجة. الخلاصة إن البلاسيبو ممكن يساعد، لكنه مش كافي لوحده لعلاج الأمراض. وفي الآخر سيبولي في الكومنتات، أنا كسبت الرهان ولا كنتوا عارفين عن البلاسيبو قبل كده؟